حوشي علشان وقت الشدة. حوشي علشان لو حصلك ظرف مفاجئ ما تحسيش ان الدنيا اتقفلت عليكي. حوشي علشان يبقى عندك اختيار، ما تضطريش ان انتي تقبلي بوضع ان انتي تقعدي مضغوطة وخايفة علشان لقمتك ولقمة عيالك. انا عارفة ان في ستات كتير جدا نفسها تحسن من وضعها وظروفها صعبة، وفي منهم اللي بتتحمل عشان ولادها، وفي منها اللي نفسها تغير حياتها بس مش عارفة تبدأ منين، وفي مننا اللي عايزة تعوض الدهب اللي هي باعته وزعلانة عليه عشان الدهب أسعاره عليت وهي فقدت الدهب بتاعها، وفي ناس بنتها، في اللي عايزة تعمل حاجة لنفسها، في كمان اللي عايزة تبدأ بأول قطعة دهب تشتريها بس مش عارفة تعمل ايه. حبايب قلبي اخواتي الامارات، لو اول مره بتشوفوني معاكم اختكم هبه، اتمنى يا رب ان القناه تعجبكم والفيديوهات اللي انا بنزلها تعجبكم. او لو اول مره بتشوفوني بقى ما تنسوش لايك للفيديو واشتراك للقناه لو لسه ما اشتركتوش. ويلا بينا يا بنات كلنا كده نصلي على الحبيب عليه افضل الصلاه والسلام، عشان انا جايبالك النهارده كام طريقه كده للتحويش بشكل جديد وبطريقه جديده. وانا رأيي ان اول قطعة دهب مش لازم تكون كبيرة عندك ولا غالية، بس المهم ان يكون عندك هدف ان انت تبدأي حتى على قد امكانياتك. انت تقدري بقى كمان تعملي وتحوشي حتى لو مش بتاخدي مصروف. اتكلمتي مع جوزك وقلتيله انا نفسي يكون ليا مصروف خاص عشان اجيب حاجات واجيب احتياجاتي، وطبعا رفض او او طبعا ما مرضيش ما وافقش. في ستات كتير جدا يا بنات مننا ما بتاخدش مصروف اصلا، بيجيب لها كل حاجة وما بيرضاش يديها اي حاجة خالص في ايديها. فهي اللي زي دي تعمل ايه؟ النهارده جايبالك حلول حلوة قوي قوي، وجايبالك حاجات حلوة قوي علشان خاطر تقدري ان انتي تتحوشي وتبدأي من الاول. اول حاجة خلينا كده نبدأ، لان انا من الستات اللي بيصعبوا عليا قوي، اللي ما بتمسكش قرش في ايديها، اللي بس عايشة علشان خاطر اكل وشرب وبس علشان ولادها وما بتاخدش اي حاجة تاني. طب اقدر ازاي يا هبة اعمل وازاي اقدر احوش وانا اصلا ما باخدش مصروف؟ خليني اقولك بقى، عايزاك تبصي لاي حاجة موجودة عندك مش بتستخدميها. يعني لو عندك اطفال وربنا كرمك وكبروا شوية، فهتلاقي عجلة مثلا صغيرة كبرت صغرت على العيال، هتلاقي لك مشاية، هتلاقي عندك شوية مستلزمات كده مش بتحتاجيهم، زي حاجات مثلا كنت شايلاها كده استخدمتيها خلاص ولكن شايلاها مش عاملة بيها حاجة، مستلزمات الأطفال، شنط شيالة، أيا كان الحاجات اللي موجودة عندك تقدري ان انت تبيعيها وتعرضيها في الجروبات بتاعة المستلزمات المستعملة، وهتلاقي ألف مين يشتري، لان دلوقتي بنات الحياة غليت، وهتلاقي ناس كتير قوي عايزة تجيب الحاجات ديت بس عايزاها بمبلغ بسيط. اعملي دوت وجيبي والفلوس اللي هتجيلك ديت ابدأي ان انت شغليها. اسسي الارض اللي فاضية ديت اللي انت مش عاملة فيها حاجة، اسسي. يعني انا معايا مبلغ هأسس بيه، هأسس وابدأ ان انا بقى لازم يكون ليا دخل مادي، حتى لو كان الدخل المادي ده بسيط، حتى لو جالك 300 جنيه كل شهر فانت اولى بيهم. لو انت عارفة ان انت ال 300 جنيه اللي جولك دول بتوع كل شهر وانت دخلتيهم في حياتك الجمعية، بعد 10 شهور هيبقوا 3000 جنيه. 3000 جنيه دول تقدري تجيبيلك بيهم خاتم صغير، او تقدري تجيبيلك بيهم حتى لو حلق اطفال وتخليه وتشيليه، بعد سنة ولا 2 هتلاقي الحلق دوت زاد الضعف، فانت كده استثمرتي فلوسك وكده مع يعني فلوسك زادت وانت اصلا ما عملتيش حاجة. طيب انا جمعت 500 جنيه، جمعت 1000 جنيه، ابدأ ال1000 جنيه دول اشتري شوية برفانات كده ازازتين 3 كده، اكسب في ال1000 جنيه ديت 200 جنيه، اكسب في ال1000 جنيه ديت 100 جنيه، وانا خسرانة ايه؟ بالعكس ده انا كسبانة ال100 جنيه. اجيب شوية اقلام، ده انا لو معايا 200 جنيه اجيب اقلام تحديد واقلام كحل وابدأ ان انا ابيعها وابدأ ان انا اشتغل فيهم، هكسب فيهم. عايزاكي ترممي نفسك، ما تسيبيش نفسك ان انت كده عايشة كده، لاني هيجي عليكي وقت محتاجة فيه قرش لنفسك مش هتلاقي.
انا مش عايزه كل ست بتسمعني دلوقتي ما يبقاش ليها دخل مادي. لازم تشتغلي باقل الامكانيات وباسهل الحاجات. انت شطوره في شويه طبخه وبتاع وكده، اعملي قناه وافتحي وقدمي المشيئه وابدأي كافحي علشان خاطر يكون معاكي قرش او يكون معاكي ماديات انت لما تعوزيها تحتاجيها. لكن ما تسيبيش نفسك على الابيض كده، اللي هو مجرد بتربي العيال وبتكبريهم، وبعد كده لما يكبروا كل واحد هيشوف طريقه، وانت هتلاقي نفسك كبرتي وهتلاقي نفسك معكيش حاجة، معكيش قرش تسندي عليه، ولا معكيش قرش لا قدر الله حصل لك اي ظرف تسندي عليه بعد ربنا. انا دلوقتي باخد مصروفي واي حاجة خلصت ما اقولش يا واد تعالى هات كذا وهات كذا وهات كذا. دي مصاريف بسيطة ولكن بتسحب فلوس منك كتير. رتبي نفسك ورتبي أولوياتك وانزلي اشتري كل حاجتك، حتى لو كانت حاجات بتاعة الأسبوع وبس. طب لو حاجة خلصت أبدأ إن أنا أشوف. يعني أنا دلوقتي بعمل شوية كبدة، لقيت إن الردة قليلة، رحت ماسكة كده معلقتين كده من الدقيق زودت بيهم الردة، وفي نفس الوقت ما بعتش كل شوية الواد هات ب10 جنيه ردة، هات ب20 جنيه مش عارفة مخلل. لأ، اللي الجودة بالموجودة اللي موجود. ادور في التلاجة بتاعتي واشوف كده من بواقي التلاجة هعمل منها اكلة ولا اكلتين. هلاقي كيس كده كبد وقوانص اطلعهم واعملهم مع شوية رز ابيض او بطاطس مهروسة، وكده يوم اتوفر عليا احوشه واشيله في الحصالة. ادخل جمعية، اول ما اخد مصروفي البيت كده، اول ما اخده خالص هطلع جزء بسيط ولو صدقة، لان الصدقة ديت يا بنات تحمينا من حاجات كتير جدا ايا كان المبلغ اللي طالع من ذمتك. واطلع منه كده 300 جنيه على جنب، اطلع منه 500 جنيه على جنب. انت تستاهلي، ما انت بتعملي مجهودي وبتشقي وبتتعبي وبيطلع عينك في البيت دوت. نفسي اخلي عندي هدف. يعني انا مثلا هعمل السنه دي هعمل حته ذهب. اول قطعه ذهب مش لازم ان هي تكون كبيره، ولكن ابدأي. اول لما بتبدأي واول ما تشتري هتلاقي نفسك اتشجعتي. مره جبتي خاتم، مره جبتي لك حلق، مره جبتي لك حرف، مره جبتي لك سبيكه ربع جرام. ابدأي كده يعني اول 10 شهور جمعتي 5000 جنيه، انزلي هاتيلك بيه خاتم صغير، انزلي هاتيلك بيه حتة حلق لبنتك وشيليه وخليه على جنب. ايه المشكلة؟ طب لسه هستنى 10 شهور؟ ما انت عايزة تحوشي ازاي وانت قاعدة في البيت؟ فعشان كده بقولك مش احسن ما كانوا شوية مصاريف ضاعوا منك على الفاضي. بصي، انا سمعت قصة بتتقال ان في واحدة 2 موظفين كانوا داخلين نفس الجمعية كان ب20,000 جنيه. واحدة خدت الجمعية ونزلت وراحت صيفت واتبسطت هي وولادها في اسبوع، والتانية راحت قالت لا انا هروح يوم بس واحد بس مصيف وهنرجع، والباقي هجيب بيه منه. وجابت بيه خاتم. بقت صاحبتها اللي هي اتبسطت وفسحت وعملت، بقت كل شوية كل لما تيجي الشغل وتبص على الخاتم اللي هي لابساه تقول لها يا ريتني كنت عملت زيك. فهي دي وزنت الامور، لكن دي اتصرفت كده. فانا عايزاكي تتصرفي بالعقل، التوازن والاعتدال. انت تكوني معتدلة في الحاجة اللي انت محتاجاها. بسطتي ولادك وفسحتيهم في يوم، وفي نفس الوقت شلتي حاجة للزمن تنفعك وتنفعهم. فخليكي دايما امشي على نفس المبدأ في كل حاجة. طيب انا قاعده في مكان، ما تبقيش قاعده في مكان كله متبهدل ومش عارفه لا تجيبي ستاره ولا تجيبي حافظه ولا عارفه تجيبي ملايه سرير ولا عارفه تجيبي مفرش للتسريحه ولا مفرش للدولاب ولا عارفه تجيبي حاجه لنفسك لا، خلي عندك هدف واضح. انا هدفي واضح ان انا هحوش عشان هطلع فلوس ان انا اجدد حاجه في البيت، هجيب ملايه انا محتاجاها، هجيب حاجة أنا عايزاها لولادي، أخلي جزء للتحويش وأخلي جزء إن أنا أجيب بيه أو أنزل أشتري بيه حاجة أنا محتاجاها. فوزن الأمور، وخلي عندك دايما إن يكون في ربنا، إن أنت بتسعي فربنا أكيد هيديكي. وأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يسعدك ويوفقك ويرزقكم من حيث لا يحتسب. وطول ما انت حاطه في دماغك هدف، طول ما انت هتوصلي له. وصلتي الاول بس قطعه ذهب اشتريتيها هتلاقي نفسك اتشجعتي حوشتي مبلغ انزل على طول اجيبه بدل مصرفه.
لو معاكي ايه هتصرفيه، وابدأ كده اخطط لنفسي واشوف انا انا عايزة اعمل، ولكن بالعقل. ان المرة دي هجيب حاجة بسيطة بس هدخر برضو قرش، في نفس الوقت تبقي ضربتي عصفورين بحجر. مش عايزة اي ست تكون قاعدة علشان تاكل وتشرب وبس، مفيش قرش يسندها بعد ربنا، مفيش حاجة. طيب انا دلوقتي معايا مبلغ موجود معايا ومش عارفة احركه، المبلغ دوت ادخل بيه في ربع عربية، الربع دوت يشتغل لي ويزيد ويجيب لي قرش، وانا كده كده قاعدة في البيت، انا مش شغالة لكن في قرش جايلي، اجيب لي بيه حتة محل، اجيب لي بيه اشترك كده واجيب لي بيه حاجة، الحاجة ديت تشتغل وتجيب لي منها فلوس ايا كان. ف... ف... مش عايزاكي تبقي موظفة وتحطي كل مرتبك موجود في البيت وتقولي اصلا انا بحط فلوس وجوزي بيحط ومش مكفيين مصاريف البيت. لا، انت شغالة، فحق نفسك عليكي ان انت تشيلي حتى لو جزء بسيط، اشيلي 2000 جنيه، اشيلي 1000 جنيه، ما انا شغالة وطافحة بدمي طول الشهر، فانا حق ان انا اشيل لنفسي حاجة تستندي عليها. حبيبتي سندك بعد ربنا قرشك، والله العظيم اسمعي مني كلمة، سندك بعد ربنا قرشك. فأنا لازم أجتهد وأوازن الأمور. لو شلت لنفسي 1000 ولا 2000 جنيه وأنا شغالة مش عيب، ده حقك، وأقل حاجة شيليها كل سنة أو كل 10 شهور لازم تجيبيلك حتة دهب وتشيليها على جنب، فده استثمار. بعد 2-3 هتلاقي نفسك معاكي مبلغ كويس، المبلغ دوت لا قدر الله لو حصلك اي حاجة تبدأي منه من الاول، تعرفي احتاجتيه في جهاز بنتك اهو هينفعك، هيسد عنك اي حاجة، نفسك تعملي عمرة اعملي، المشكلة اللي يسعدك والهدف اللي انت نفسك تحققيه اعملي. اتمنى يا رب ان الفيديو يكون عجبكم، استني مني شوية حاجات كده ان شاء الله هفاجئكم بيها، بس عايزاكم تدعولي بقى يا بنات ان ربنا يشفيني رجلي اليمين مش قادرة اقف عليها، فادعولوا كتير يا بنات، ادعولي كتير، ويا رب يا رب كل اللي تدعيلي وتدوس لايك للفيديو وتعمل كومنت يا رب يرزقها بزيارة الحبيب انا وهي، اللهم امين. يا رب يوفقكم ويسعدكم ويرزق كل ام بتجتهد عشان بيتها وولادها، ارزقها براحة البال والسعادة وفك كربها، ويا رب يطلع من كل حد متضايق يا رب فك كربه ويخرجه من الكرب او الضيق اللي هو فيها، ربنا يوسع عليكم جميعا. اتمنى ان انتوا تكونوا استفدتوا، هو ده الاكل بتاعنا يا بنات، حاجة بسيطة كده الحمد لله، فضل ونعمة ورضا من عند ربنا، واقل من كده كمان الحمد لله برضو. اتمنى يا بنات ان الفيديو عجبكم، ما تنسوش لايك واشتراك للقناة لو لسه ما اشتركتوش، واشوفكم على خير في فيديو جديد، واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه في رعاية الله وامنه، مع السلامة.